السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل سلطة مكرونة بالطريقة التركية. معانا هنا مكرونة مسلوقة، ومعانا خيار مقطع مكعبات، معانا بصلاية مقطعة مكعبات، وكمان في ليمونين، معانا فلفل، ومعانا طماطم مقطع مكعبات كمان، ومعانا بقدونس. وهنشوف بقى هنعمل مع بعض الصوص هنعمله ازاي، ونقول بسم الله توكلنا على الله ونبدأ الفيديو. تعالوا بقى هنا معانا الطاسة على النار وفيها زيت زيتون. هناخد بقى معاه معلقة من الثوم وهنقلبها كده. هناخد بقى صلصة الطماطم بسم الله، بالشكل دوت، ونبدأ بقى نقلبها كمان. هناخد كمان معلقة من دبس الرمان، هنقلب كل ده مع بعض كده. هناخد بقى التوابل بتاعتنا. عندك بقى صويا صوص حطيه، ناخد شوية بقى من الصويا صوص كده. هنقلب بقى كله مع بعضه، وهنبدأ بقى ننزل بالتوابل والملح. معايا هنا بابريكا، وطبعا الملح مش كتير لان طبعا كل حاجة هنا مملحة. هنقلب كل ده كده. الصلصة بتاعتنا خلصت. عفوا الفيديو كان مش عارفة ايه اللي حصل له. فانا طبعا كنت بصور، فطبعا انا نزلت المكرونة، نزلت طبعا عليها الخيار ومعاها الفلفل ومعاها البصل، كل ده نزلناه مع كده مع المكرونة. وهنبدأ بقى ننزل كمان الطماطم والبقدونس. هننزل كده كمان بالبقدونس، ونبدأ بقى نعصر الليمون. حابة بقى تحطي خل مفيش مشكلة، هنحط شوية. هناخد بقى الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه، هننزل بقى كده بالصوص، وهنقلب بقى السلطة بتاعتنا. شايفين الشكل والريحة ما شاء الله جميلة جدا. هنقلبها كده كلها ببعضها. شايفين الشكل جميلة جدا. تعالوا بقى نغرفها وفي طبق التقديم كده هنغرفها كده. واحلى سلطة مكرونة هتاكلوها ان شاء الله. وشوية كده من البقدونس هنرشها كده عليها بس كده. وده كان فيديو النهاردة، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.